اتفضل. دكتور باسم فارس من سوهاج في إدارة المنشاة في وحدة تمام. المشكله ان في واحد زميلنا اتخطف من الوحده بتاعته الساعه 11 الصبح وقت تأدية عمله، يعني ما كانش حد قاعد بالليل ولا حاجه، هو المفروض ان احنا كمان بنقعد بالليل، بس المهم ان هو الساعه 11 الصبح جاوا الناس وقالوا له كشف خارجي يا دكتور معانا ناس تعبانه بره، والعامل بتاع الوحده قال له انا اعرفهم وناس قريبه من البلد وكده، طلع معاهم ما رجعش وطلبوا من اهله فديه 350,000 مش عارف كام، المهم الرقم بيتغير يعني. فالمطالب بتاعتنا احنا ان احنا اولا عايزين يبقى في تامين للدكاتره ويبقى في احترام ليهم. في سوهاج بالذات في ما يقرب من 8 دكاتره اتخطفوا في الفتره اللي فاتت يمكن 3 أو 4 شهور، كل مره بيتخطف دكتور او ابنه عشان يدفع فديه تمام، بيستغلوا ان الدكاتره سواء معاهم فلوس او كده. المره دي الفرق الشاسع في الموضوع انه اتخطف من مكان شغله، ما كانش في عياده برايفت ولا شغل ولا اي حاجه تاني، انه اتخطف شاب عنده 25 سنه حتى ما معهوش الفلوس ان هو يدفع الفديه دي حاجه. ثالث حاجه وده الاهم بقى ان احنا كدكاتره عملنا اضراب قبل كده، الوزاره ما وقفتش في ظهرنا واحنا بنقول عايزين تامين للمستشفيات، عايزين تامين للدكاتره، عايزين يتعمل لهم كادر يبقى لهم احترام، كل ده ما بيحصلش. نتيجه وصل بعد ده كله النتيجه ان بقى خطف الدكاتره ده شيء سهل جدا، انا راجل مش لاقي شغل اخطف دكتور واخد فديه وتمام التمام على كده مش عايز حاجه.